السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض قرص الأفران الاقتصادية، واقتصادية بجد يا جماعة، لأننا مش محتاجين لها غير شوية دقيق وشوية زيت وشوية مية، وهنعمل أحلى قرص هشة وخفيفة زي القطن وطرية جدا. حلو قوي بقى للفطار للعشاء، واللي أهم من كده للمدارس، لأنك ممكن تعمليها بأكتر من حشو، حادق أو حلو، وهتكون بديل للسندوتشات في اللانش بوكس بتاع ولادك. اعملي كل اسبوع كيلو وشكليهم كده بحشوات مختلفة، هتريحك من حيرة السندوتشات كل يوم. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا بولة هحط فيها نص كوباية من السكر، عليهم كده معلقتين كبار من الخميرة، وهحط عليهم كوبايتين من المية. املي الكوبايات على الاخر مية، المية بتكون دافية مش سخنة ولا باردة من الحنفية، بتكون دافية. هنقلب المية والسكر والخميرة مع بعض لحد ما ادوب السكر كويس في المية. انا استخدمت الكوبايات المعيارية علشان انتوا طلبتوها مني وقلت لي هي موجودة في كل بيت، وبتختلف من كوباية لكوباية، فالمعيار اهوت هيبقى مظبوط. هحط هنا كده نص كوباية من الزيت، يبقى تاني معانا في البولة كوبايتين من المية، نص كوباية من السكر، معلقتين من الخميرة، ونص كوباية زيت. قلبتهم كويس كده مع بعض لحد ما دوبت السكر وكل المقادير في بعض كويس جدا. بعد ما دوبت المقادير اللي معايا في البولة كويس، ضفت لهم معلقة صغيرة من الخل، ونقلب تاني كل المقادير مع بعض كويس. وبعد كده ضفت لها 3 معالق من الحليب البودر، وده اختياري يا جماعه، مش هيأثر على النتيجه في حاجه خالص، بس انا دايما بحب احط حليب بودر في المعجنات. انتي ممكن كمان تبدلي الميه بكوبايه حليب، ممكن تعملي الكوبايتين حليب بدل الميه، ممكن تعمليهم بميه زي ما انا عملتهم، براحتك زي ما انتي عايزه. المهم ان الحليب البودر مش اساسي في الوصفه بتاعتنا. هنقلب الحليب البودر بقى مع المكونات اللي كانت معايا في البوله لحد ما نمزجهم كويس كلهم مع بعض. كده خلاص حضرت المقادير السايله، والمقادير السايله بتاعتي ديت لكيلو دقيق يا جماعه، كده تمام. بعد كده هغطيها بفوطه وهسيبها كده على جنب حوالي 10 دقايق لحد الخميره ما تتفاعل مع السكر وتعمل فوران كده. بعد ما سبتها حوالي 10 دقايق زي ما انتوا شايفين الخميره تفاعلت وبقت بالشكل ده. معايا هنا كيلو من الدقيق، هرش عليه رشه ملح كده، يعني تقريبا نص معلقه صغيره من الملح. هنقلب الملح في الدقيق كويس، وبعد كده نجيب المكونات السايله اللي احنا حضرناها مع بعض، وهنزل عليها بالدقيق كله كده مره واحده. اهم خطوه معانا يا جماعه في القرص بتاعتنا دي ان هي لازم تتعجن كويس. انا هنا عندي العجان، حطيت الكف الاول، هلم العجينه بيه كلها كده، المقادير السايله مع المقادير الجافه، الكف بس هيلملي العجينه بسرعه. لو انتي ما عندكيش عجان، العجينه على ايدك هيكون سهل جدا مش صعب. اهم حاجه ان انتي تخدميها كويس في العجين، كل ما تخدمي العجينه كويس كل ما هتديكي نتيجه تحفه، وهتخلي القرصه كده هشه وخفيفه وطريه كده، وما تفرش منك في الصاج، تبقى القرص الحلوه اللي احنا بنجيبها من الافران مليانه كده فجوات ومليانه هوا كده، والخميره كده ملياها. كتير مننا بيشتكي ان القرص ما بتكونش زي اللي بنشتريها من بره علشان ما بتتعجنش كويس. بصوا انا هنا غيرت الكف وحطيت اللي هو الخطاف بتاع العجن، وهعجنها حوالي في العجان 10 دقايق. بنفضل نعجن في العجينه كويس قوي كده ونخدمها في العجن لحد ما تكون لينه كده وناعمه وبتمط معاكي، يعني تشدي العجينه كده بتكون عامله زي اللبانه. بصوا العجينه معايا لا قاسيه وناشفه قوي ولا طريه وبتلزق في الايد، بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه بصوا بتمطيها بايدك كده، بتمط معاكي مش بتتقطع، تعرفي خلاص ان انت كده وصلتي للمطلوب في العجينه. ولو ما عندكيش عجان وبتعجنيها على الرخامه كده، تمسكيها بايديكي رايح جاي رايح جاي 10 دقايق هتكون زي الفل. مش لازم العجان يا جماعه خالص في العجن، ممكن تعجنيها على ايدك بمنتهى السهوله والبساطه وبتتعجن وبتكون زي الفل. بصوا بالشكل اللي انا بعجنه ده كده رايح جاي رايح جاي كده، هتتعجن وتبقى زي الفل معاكي. اهم حاجه تنعمي العجينه وتعجنيها كويس، حتى ممكن لو تعبتي تسيبيها دقيقه وترجعي لها تاني تعجنيها، تسيبيها دقيقه وترجعي لها تاني تعجنيها لحد ما توصل معاكي بالقوام اللي انتي شايفاه ده. هدهن البوله كده زيت من تحت، وهدهن العجينه كده من تحت ومن فوق بشويه زيت. هغطي العجينه كده بكيس نايلون او استريتش، وهغطيها بفوطه، وهسيبها بقى على جنب لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف مرتين 3. طيب يا جماعة اسيبها قد ايه؟ على حسب انتي بتعجني في الشتاء ولا في الصيف. الصيف من ربع ساعة لتلت ساعة بتكون زي الفل، في الشتاء ممكن تطول معانا شوية علشان الجو بيكون برد، فعلى حسب بقى المدة اللي انتي بتعجني فيها.
من ربع ساعة لساعة الا ربع على حسب الوقت اللي بتعجني فيه. على ما العجينة بتاعتنا تخمر تعالوا ما نحضر الحشوة اللي هنحشيها بيها. معايا كده كوباية الا ربع من السكر، حطيت عليهم معلقة ونص كده من الدقيق، وعليهم 3 معالق كبار مليانين من جوز الهند، وده اختياري مش لازم خالص. واحط عليهم كده طرف او ربع معلقة من القرفة، هتدي طعم وريحة لكن مش هتكون بتأثر قوي في الطعم. الناس اللي بتحب القرفة تكتر اكتر، الناس اللي ما بتحبش القرفة خالص ما تحطش، بس حبة القرفة الصغننين دول بتديها كده ريحة وطعم مميز للقرص. طبعا انا حطيت الدقيق علشان بيخلي السكر يسيح وما يكرملش معانا ولا يخرج من القرص. وطبعا ممكن تضيفي زبيب على الحشوة دي لو هتعمليها مسكرة، وهقول لكم واحنا شغالين على حشوات تانية كمان تحشوها بيها علشان تكون بديل لسندوتشات المدرسة. بسم الله ما شاء الله، العجينة بعد نص ساعة او اقل من نص ساعة شوية بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الله اكبر، تضاعف حجمها وبصوا بقت تحفة ازاي. العجينة مظبوطة يا جماعة على الشعرة، مقادير مظبوطه جدا. بس عايزه اقول لكم كل واحد على حسب الدقيق اللي موجود عنده، يعني ممكن نكتر الميه سنه صغيره لو انت الدقيق بتاعك بيشرب السوائل، يعني ممكن بدل الكوبايتين نخليهم كوبايتين وربع، ده لو احتاجت انت هيبان معاكي. نزلت العجينه كده كلها قدامي على الرخامه، وبعد كده هبدا اقطع العجينه كده على 4 اجزاء علشان تكون سهله ان انا اقطعها واجزأها واعملها لقم صغيره او قرص صغيره. القرصه بتاعتنا بتكون حوالي 40 جرام، تمام؟ بتكون بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، حوالي كده قد البيضه. هوزنها معاكم اهو، بصوا كده 40 جرام. دي كانت كبيره شويه هصغرها. القرصه المظبوطه بتكون 40 41، يعني 40 جرام تكون مظبوطه كده، تمام؟ بالشكل والحجم اللي انتوا شايفينه ده قد البيضه كده. طب انا ما عنديش ميزان يا دنيا، اعملها ازاي؟ بتقرصي عليها ما بين ايديكي كده بتطلع لك حته عجينه. العجينه دي بتكون تقريبا 40 جرام، يعني زي ما بقول لكم كده قد البيض. كيلو الدقيق عمل معايا 50 قرصه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هي حجمها 40 جرام. رصيتهم كده قدامي وغطيتهم بفوطه علشان ما تنشفش مني، ودي خطوه مهمه جدا ان احنا نغطيها بفوطه. تعالوا بقى ما نحضر بقيه الحاجات اللي احنا هنستخدمها معانا. بعد ما قطعت القرص كده وجزأتها وغطيتها، هجيب نص كوبايه من الميه واحط فيها معلقه من العسل الاسود. ممكن تبدلي العسل الاسود بسكر، ممكن تبدليها بحليب وتحطي فيه معلقه سكر، براحتك، الموجود عندك اشتغلي بيه. بس العسل الاسود بيديلها لون حلو قوي لما بنيجي نسويها. نقلب العسل كده في نص كوبايه الميه، يعني معلقه عسل كبيره كده في نص كوبايه ميه. وبعد كده معايا كمان سمسم للناس اللي عايزه تعملها من على وشها بسمسم. ده سمسم ابيض يا جماعه مش متحمص، سمسم ابيض عادي من عند العطار. وهنا معايا الصاج او الصينيه اللي هسوي فيها، حطيت فيها معلقه زيت صغيره مش كتير خالص، يعني دهنه زيت خفيفه جدا جدا، دهنه زيت بسيطه خالص في الصاج او الصينيه. هدهنها كده واوزعها، ويلا بقى نحشي القرص بتاعتنا. واحنا بنحشيها هقولك ايه الحشوات اللي ممكن تعمليها وتكون بديل للسكر اللي احنا حطيناه. في الاول كده بس بناخد قطعه من العجينه ونحطها قدامنا كده على الرخامة او على ايدينا، وتبدأي تديها تبطيطة بسيطة كده من النص، وبعد كده تفردي الاطراف. حاولي تخلي النص سميكة شوية عن الاطراف علشان تكون القرصة من النص تخينة كده ومليانة. بعد كده هاخد لها نص معلقة كبيرة او حبة كده من الحشو اللي معايا، وزي ما قلت لكم لو الحشو مسكر ممكن تحطي معاه زبيب كمان لو ولادك بيحبوا الزبيب في الاكل. بعد كده نقفل عليها، ودي خطوة مهمة جدا، نقفل عليها زي البقجة كده، بصوا بالشكل ده. ونجيب المية بالعسل نغطسها فيها كده تغطيسة بسيطة جدا، نبل بس كده القرصة فيها، وبعد كده نحطها في السمسم. بصوا مفيش ابسط ولا اسهل من كده. وبعد كده تحطيها في الصينية او الصاج. تمام كده. نعمل مع بعض واحدة كمان. بنجيب قطعة القرصة كده او العجينة نفردها قدامنا كده، وزي ما انتوا شايفين بصوا انا ببطط تبطيطة واحدة من النص، والاطراف هي اللي برققها شوية وبخليها سمكها اخف من النص. بعد كده بحط لها شوية من الحشو واقفل على الحشو كويس جدا. وزي ما قلت لكم دي خطوه مهمه ان احنا نقفل على الحشو كويس عشان ما يخرجش من القرصه وهي بتستوي. بصوا كده عملتها زي البقجه كده بالشكل ده، قفلت عليها كويس جدا جدا. وبعد كده نبلها في الميه والعسل، وبعد كده في السمسم. طيب يا دنيا انا مش عايزاها تبقى مسكره، انا عايزاها حادقه زي الساندوتش، ممكن نعمل ايه؟ بصوا معايا بقى. ممكن نعمل جبنه بيضه تحشيها عادي خالص، بتهرسي الجبنه البيضه كده وتحشيها فيها. اهم حاجه بس ان انا قبل ما ياخدنا الكلام تبقى في ما بين القرصه والقرصه مسافه، علشان لما تخمر لسه هتزيد معانا.
وبعد كده هنبطط القرصه كده بعد ما خلصنا الكميه. يعني بصي مش بتبططيها انت بس بايديكي، بتفرديها فردتين اتنين بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى ما نقول احنا ممكن نحشيها مع بعض ايه بسرعه كده. ممكن نحشيها جبنه بيضه تهرسيها وتحطيها، جبنه فيتا، جبنه موتزاريلا، ومعاها جبنه رومي، ومعاها جبنه شيدر، ميكس كده من الجبن تحطيها. ممكن تعملي حشوه البيتزا اللي هي جبنه موتزاريلا وتحطي معاها فلفل وزيتون متقطع صغنن وتحشيها بيها. ممكن جبنه رومي بس بشر من الجبنه الرومي، ممكن ميكس جبن زي ما انا بقول لكم. الحشوه اللي تعجبكم حطوها زي ما بتحطي في السندوتشات بالظبط، احشيها من جوه واعمليها بكميه كبيره وحطيها في الفريزر بعد ما تبرد، وهتكون زي الفل معاكي، احلى من السندوتشات وطعمها احلى بكتير. بعد ما بططتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هغطيها كده وهسيبها تخمر كمان مش اقل من ربع ساعه. خلاص بعد ما خلصتهم وقرصتهم كده زي ما انتوا شفتوهم، اديتهم نص تبطيطه كده صغيره وغطيتهم وسبتهم ربع ساعه لحد ما حجم القرصه تضاعف مره تانية وخمرت. بصوا هنا بعد ما سبتها ربع ساعه كمان ما شاء الله القرص خمرت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا القرصه كده خمرانه وجاهزه على التسويه. هنسويها ازاي يا دنيا؟ بصوا حبايبي، اهم حاجه ان احنا بنولع الفرن على اعلى درجه عندك في الفرن. يعني على درجه حراره 240 250، دي الناس اللي عندها درجات الحراره. طب انا ما عنديش درجه الحراره، ولعي الفرن على اعلى حاجه. بنسخن الفرن مش اقل من 10 دقايق. خلاص 10 دقايق كده تسخين، وبعد كده حطي الصاج بتاع الفرن تاني رف من تحت، يعني ابعدي عن النار رف وحطي الصاج بتاع الفرن، وبعد كده حطي عليه الصينيه او الصاج اللي انتي بتسوي فيه. ما بتاخدش 5 دقايق 7 دقايق بتبدأ تلون من تحت ولونها يحمر. لو عندك مروحة بتشغليها تحت وفوق بتحمر كلها من فوق ومن تحت مع بعض. القرص ما بتاخدش في الفرن حوالي 10 دقايق وبتكون لونت وزي الفل. طب انا ما عنديش مروحة اعمل ايه؟ بنحطها تاني رف من تحت زي ما انا قلت لكم قريبة من النار. اول ما بلاقيها احمرت كده ولونت من تحت وخدت لون احمر خفيف، خلاص بطفي من تحت واشغل لها الشوايه من فوق حاجه بسيطه خالص، بس طبعا بقربها من الشوايه حاجه بسيطه، واسيبها مفيش دقيقه دقيقتين بالكتير بتلون من فوق وبتاخد لون حلو قوي. يلا بقى نسويها ونشوفها بعد التسويه هيكون شكلها عامل ازاي. ودي القرص بعد ما خرجت من الفرن، شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي. اول ما تخرج وهي سخنه كده بخاخه ميه وتبخي بخه ميه كده بسيطه عليها وتغطيها وتسيبيها لما تبرد، علشان الحركه دي بتخليها طريه معاكي. ما شاء الله يا جماعه كانت ريحتها قلب الدنيا قلبان. بسم الله ما شاء الله. شايفين كيلو دقيق عمل كميه قد ايه؟ يعني بربع الثمن اللي احنا بنشتريها من بره، واتعملت بنظافه في البيت ونخلين الدقيق والحشو عارفين ان احنا هنعمل فيه ايه، وتعملي كل اللي انت عايزاه براحتك، وتكون حاجه كده موثوق فيها ومضمونه لولادك. جربوها يا جماعه بجد هتعجبكم جدا. للفطار للعشاء للولاد في المدرسه، ما بتاخدش لا وقت ولا مجهود، والنتيجه مبهره واقتصاديه زي ما انتم شايفين، ما كلفتناش اي حاجه خالص. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبته القرص اللي زي السكر ديت يعملي لايك. مستنياكم تجربوها وتقولي لي ايه رايكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.